في بعض الأحيان الحياة كتكون مليئة بالتحديات والظروف الصعيبة اللي ما كتخليش الإنسان يقدر يتحكم في قراراته، ولكن كيجي وقت أو في لحظة ضعف اللي ممكن تكون هي لحظة حاسمة في حياة أي واحد فينا. شي مرات العواطف وخصوصا الغضب والخذلان كتكون أقوى من المنطق، وديك الساعة كيجينا الشعور ديال أن العدالة الوحيدة اللي يمكن نلقاو فيها راحتنا هي ردة فعل عكسية، حتى لو كان الثمن ديالها غالي. القصة اللي غادي تسمعوها اليوم ما هي إلا مثال على كيفاش لحظة غدر وحدة ممكن تحول إلى جريمة من نوع خاص. بلا ما نزيد نطول عليكم، إلا كنتم مستعدين يلا نغوصوا في تفاصيل هذه القضية. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. القضية ديالنا ديال اليوم مغربية 100%، وغادا دينا بالضبط لمدينة سلا، في واحد الحي شعبي عند واحد السيدة سميتها ليلى. ليلى في عمرها 33 سنة، مزوجة وعندها 2 وليدات، مروة في عمرها 8 سنين ويوسف في عمره 4 سنين. أما بالنسبة لرجلها سميتو سعيد، عنده 37 سنة وخدام في معمل ديال الخشب. حياتهم بسيطة بحال كاع الناس، سعيد كيخدم بالنهار وليلى كدير شغالاتها في الدار وكتربي وليداتها. من برا حياتهم كتبان مستقرة بحال كاع الناس، ولكن من الداخل كانت عامرة بالمشاكل والصراعات. سعيد كان عنده طبع خايب، كان كيشرب أو بمعنى آخر كان سكيري. ليلى ديما كيطلع ليها الدم من هذه المسألة، ولكن ما كتهضرش معاه بحكم أنها كتفادى المشاكل، حيت إلا دوات معاه غادي ينوض وغيضربها ويغوت عليها بحجة أنه ما عندهش حق تدخل ليه في حياته بالرغم أنهم مزوجين. هكذا كانت طبيعته دائما، وهي دائما كتحاول ما تعيش ولادها في واحد الجو اللي خايب، وما كانش كتبغي تبين دوك المشاكل قدام وليداتها اللي مازالين صغار. وغير كان كيصحى من الشراب كيقول لها سمحي ليا وانا راه مبلي وما كنديرش بالعاني، الله يعفو عليا، دعي معايا الله يعفو عليا، وما باقيش نعاود بحال هاد الحوايج. المهم بحال هكا، وكتبقى مسكينه صابره على قبل وليداتها باش يكبروا مع والديهم. الحياه كانت غاده بحال هكا. سعيد كيمشي للخدمه، العشيه كيجي كياكل كيمشي يخرج وعاوتاني كيشرب، مرات كيجي ومرات كيبات برا. المهم ليلى عندها واحد جارتها سميتها فاطمه، ما كتعتبرهاش جارتها وانما اختها، وحتى فاطمه عزيزه عليها ليلى. واحد النهار غادي تصوني عليها فاطمه وغادي تقول لها شوفي يا ليلى راه بغيت نقول لك شي حاجه ولكن ما عرفتش واش نقولها لك ولا لا. ليلى قالت لها غير قولي، راكي خلعتيني، شنو واقع؟ قالت لها شوفي راني شفت سعيد راكب مع واحد السيده في الطاكسي، وبصراحه قلت ضروري خصني نقولها لك، انت راكي اختي وانا راكي عارفه لي معزتك عندي، ما يمكنش نشوف حاجه بحال هذه وما نقولهاش لك. ليلى كانت كتعرف فاطمه على عائلتها كامله. فاطمه كانت كتعرف كل شيء على ليلى، عائلتها وجيرانها وحتى صحاباتها اللي كيجيو عندها، ولكن هذيك السيده ما عمرها ما شافتها وما كتعرفهاش. المهم جاتها حاجه غريبه وهادشي اللي خلاها تقولها ليها. ليلى كانت مصدومه ولكن ما حاولتش تبين داك المشاعر ديالها. في الاول ما بغاش تطيق، قالت ما يمكنش، ولكن شويه بشويه بداو كيدخلوا اسئله في دماغها، كيفاش راجلي مع واحده اخرى، وكيفاش عرفها، شكون هي هاد السيده. دازت الوقت وليلى بدات كتراقب كل كلمه وحركه كيديرها سعيد، ولكن غير كيرجع للدار كانت كتشم فيه الريحه ديال الشراب عاوتاني، وكتشوف تصرفاته اللي كتكون غريبه. وما كملت حتى سيمانه، بقات شويه بشويه كتنبش حتى هزت التليفون ديال راجلها وغادا تلقى فيه واحد الرساله اللي فيها كلام في شكل كلام ديال الناس كيبغيو بعضياتهم، كيتشاركوا الرسائل بيناتهم بحال شي وحدين مخطوبين. السيده تشوكات وتصدمت، ما عرفتش او فين كنت انا. اللي عارفه هي هو ان راجلها سكيري كيضربها كيغوت عليها وما كيحملهاش تقول ليه فين كنتي ولا علاش تعطلتي. ديما عنده هو خصها ما تدويش معاه، تاكل وتشرب وتربي وليداتها، وديما كان كيقول لها هي كي واكله شاربه ما خاصك حتى شي حاجه، علاش كتقلبي مازال. وما كانش كيحملها تقول ليه فين كنتي ولا علاش تعطلتي، ما خاصهاش تقولها ليه، خاصها غير تاكل وتشرب وتربي وليداتها وما تقول حتى شي كلمه. وهاد السيده اللي كان كيوي معها راجلها سميتها زهره داري، ولكن فاش غادي تشوف التصاور هنا كانت صدمه العمر بالنسبه لليلى، حيت هاد زهره داري كانت صاحبتها القديمه، كانت كتجي عندها للدار، كانوا كيشربوا واتاي مع بعضياتهم، يجمعوا ويضحكوا ويتعاودوا، واكله ملحتها كتعرف راجلها كتضحك مع راجلها. ما قدرش تصدق داكشي اللي شافته بعينيها، وكان عندها احساس ان شي حاجه واقعه قبل
فاش كانت كتجي عندهم ماشي طبيعية، شي حاجة كانت كدور مورا ظهرها. وفي داك النهار ليلى بدات كتفكر كل لحظة فاش زهرة كانت كتجي عندها والابتسامة اللي كانت كدير الحركات. تفكرت كيفاش كانت كتعطيها النصائح في الحياة الزوجية وهي نفسها اللي كانت على علاقة مع راجلها. كلشي ولا مظلم في عينين ليلى، عينيها تغرغروا بالدموع وقلبها عمر بالحزن والغضب. وفي واحد الليلة قررت أنها دير شي حاجة وكانت عارفة أن هاد اللحظة غادا تغير كل حياتها، ولكن في عقلها ما كانش عندها خيار آخر. غسلت يديها ودخلت الكوزينة باش توجد كسكسو. كلشي كان طبيعي. سعيد رجع للدار لقى ليلى موجدة كسكسو، كلا تفرج شوية في واحد الماتش ومن بعد دخل باش ينعس. ولكن ليلى ما نعساتش، وهنا قررت تطبق داكشي اللي كان في عقلها وفي خيالها. أيام وهي كتخطط وتعاود تخطط لهاد الفعلة اللي غادا دير. خلات سعيد حتى نعس، دخلت الكوزينة هزات موس كبير بلا ما تردد حتى ثانية، دخلت البيت النعاس وهي تضرب بعض ديال الضربات اللي كانت قاتلة، وواحدة منهم كانت في الصدر. وماشي غير هادشي، كلشي ولا مظلم في عينين ليلى، عينيها تغرغروا بالدموع وقلبها عمر بالحزن والغضب. وفي واحد الليلة قررت ليلى دير شي حاجة كانت عارفة أنها لحظة غادي تغير كل حياتها، ولكن في عقلها ما كانش عندها خيار آخر. المهم 23 في شهر 10 2019 غسلت يديها، دخلت الكوزينة باش توجد كسكسو. كلشي كيبان طبيعي. المهم سعيد رجع للدار لقى ليلى موجدة كسكسو، كلا تفرج شوية في ماتش ومن بعد دخل ينعس. ولكن ليلى ما نعساتش، وهنا قررت تطبق داكشي اللي كان عقلها وخيالها كيفكر فيه أيام هادي. خلات سعيد حتى نعس ودخلت الكوزينة هزات موس كبير وبلا ما تردد حتى ثانية دخلت البيت النعاس وهي تسدد ليه 4 ديال الطعنات، واحدة منهم جاتو في القلب. وماشي غير هادشي، جلست حداه وبكل برودة وكتحس بأنها دارت شي حاجة اللي بردت داك الغليل اللي كان عندها لداخل. واخا كانت خايفة لكن مشاعر الانتقام أقوى من خوفها، وصفاتها ليه بكل دم بارد. الأرض ولات كاملة عمر دم، واحد المنظر اللي ما يمكنش يتخيلو الإنسان على بالو. من بعد ما صفاتها ليه غادا تخرج بكل هدوء، هزات التليفون ديال راجلها وكتبات رسالة وصيفطتها لزهرة وقالت ليها فيها خويك مشى ونوبتك انتي جاية. زهرة غير شافت داك الميساج وهي تعلق مشات عند عائلتها. ليلى مشات عندها للدار كتقلب عليها ولكن ما لقاتهاش. ملي ما لقاتهاش رجعت للدار وعيطت للبوليس وبكل برودة قالت ليهم اجيو انا قتلت راجلي حيت خانني مع اعز وحده عندي، وعطاتهم العنوان. هاد السيده فاطمه ما كانش كتعرف هاد السيده الاخرى اللي سميتها زهره. قبل ما تحول لهذيك الحومه اللي ساكنه فيها فاطمه، ليلى كانت عندها علاقه قديمه مع هاد السيده اللي سميتها زهره. المهم البوليس فاش شدوا العنوان مشاو كيجريو لعل وعسى يلقاوه باقي حي ويعتقوه، ولكن فاش وصلوا لقاو سعيد ميت وغارق في دمه، وليلى جالسه مهدنه في الصالون وفي عينيها ما بينش الندم بل حزن شديد على الحياة ديالها اللي ضاعت. ولحسن الحظ الوليدات كانوا ناعسين وما شافوش هذيك الكارثة اللي وقعت. الجيران ديالها ما صدقوش لان ديك السيده كانت ظريفه بزاف، كلشي كيبغيها كتضحك مع كلشي. فاش سمعوا داكشي ما طيقوش، قالوا ما يمكنش تكون هاد السيده هي اللي قتلت راجلها ودارت هادشي كامل. ولكن هذه الحقيقه اللي كانت مؤلمه، الخيانه اللي دمرت كلشي. وفي المحكمة غادي تدين ليلى بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وغادي تحكم عليها لمدة 20 عام في 2020. ليلى تسرعات ودمرت كل شيء على مشكل كان ممكن أنه يتصلح، وحتى لما تصلحش المهم تبقى مع وليداتها. ربي كما حلل الزواج حلل الطلاق، ولكن تسرعات بلا ما تردد وما ديرش حساب العواقب لوليداتها فين غادي يبقى، وغادي يبقاو بلا أم بلا أب، وغادي تدمر حياتهم وكيفاش غادي يعيشوا. اللهم يعيشوا مع امهم وهي مطلقه، ولا ما يعيشوش لا مع امهم لا مع باهم. واخا الوليدات مشاو يعيشوا مع جدودهم، ولكن ما عمر شي واحد يجي في بلاصه الوالدين مهما كانت درجه محنته. كيبقاو الوالدين هما شي حاجه اللي زوينه في الحياه ديالنا، اللي كتخلي الحياه ديالنا شاده التوازن ديالها من كاع الجوانب.
وليداتها بقاو بلا أب وحتى هي ما عاشت معاهم. الخيانة دمرت كل شيء، سعيد مات وليلى دخلت الحبس والوليدات تشردوا واخا داتهم جداتهم، لكن كما قلت لكم عمرها ما تكون في بلاصة الأم ولا في بلاصة الوالدين. القصة ديال ليلى علمتنا واحد الدرس عميق، الخيانة ماشي غير كتدمر العلاقات ولكن كتدمر الحياة كاملة. بغض النظر على العواقب، فالألم ديال الخيانة يمكن يولي أقوى من كل شيء. وهنا غادا تكون صارت القضية ديالي ديال اليوم. ما تنساوش تكتبوا لي الرأي ديالكم في التعليقات بخصوص هذه القضية، وأنا نتلاقاكم في فيديو جديد وقضية جديدة. السلام عليكم.